راه الدراسات تثبتت باللي راك تقدر تعاود العجينه ديال العقل الباطني ديالك. انا دزت من هادشي كامل، وفيما كنتحسن من حاجه كنلقى مشكل اخر في راسي اللي حتى هو كنتشجع انني نمشي نخدم عليه. في المدرسه تعلمنا باللي حنا عندنا العقل اللي كنفكروا به دائما، وعندنا حتى العقل الباطني ديالنا اللي حتى هو كيفكر معنا، وباللي هذاك العقل الباطني هو اللي كيبقى يفكر. واخا انت كتبدل الموضوع، واخا انت ما كتبقاش تفكر في هذيك لا سيتوياسيون اللي وقعت سوا زوينه سوا خايبه، اولا الحاجه اللي قريتي اولا سمعتي اولا عشتي، واخا انت ما بقيتيش في هذيك لا سيتوياسيون صاي دزتي لحاجه واحده اخرى، كيبقى هذاك العقل الباطني كيفكر فيها وخدام وكياناليزي فيها. ولكن المشكل اللي ماشي كلشي كيعرفو هو كيفاش كيخدم هذا العقل الباطني، واش حنا كنقدروا ناثروا عليه اولا لا، وكيفاش هذاك العقل الباطني والخدمه ديالو كتاثر لينا على حياتنا. الطريق اللي انت واخد في حياتك، اي حاجه انت كديرها في حياتك، عاداتك، قيمك، لي ديسيزيون ديالك، اي حاجه كتاثر ولا رابط بيت ماي جاد عارفاها بالروسيه كيفاش كانت بالعربيه؟ العقل الباطني اوكي جيسي ليكسبليكي. العقل الباطني ديالك كيشد هذيك المعلومات اللي انت كتعطيه بوندون لا جورني ديالك، وكياناليزيها وكيخدم عليها، كيفرقها، كيفلتريها، كيحط كل حاجه في لا سيكسيون ديالها. وانت ملي كتجي باش انك سواء تاخذ اون ديسيزيون سواء تتبع واحد النظام في حياتك، هو كيتبعوه على حساب هذيك المعلومات وداك الداتا اللي عطيتيه. السبكونشس ديالنا كيخدم بالداتا اللي حنا كنعطيوه يوميا. اي حاجه سمعتيها، قريتيها، قلتيها ولا درتيها كتسمى داتا بالنسبه للعقل الباطني ديالك، كياخذها كما هي، ما كيبقاش يفكر الا شنو بغى يعني بهذه القضيه، ولا هذه المغزى ديالها هكذا، ولا هذه المعنى ديالها ميتافوريك، ولا هذا نو، كياخذها كيف ما سمعها، كيف ما شافها، كيف ما انت عطيتيها ليه. باغ اكزومبل الناس اللي من صغرهم هما كيسمعوا انت مكلخ، انت مكلخه، شنو كيوقع لهم؟ كيسمعوها اليوم وغدا وبعدو العقل الباطني ديالهم كيولي كيفهم باللي هو مكلخ، كيولي يفهم باللي هذيك الهويه ديالو إلي كوم سا بوان. ما كيقولش لا راه هذاك الشيء اللي قالوا الناس ولكن راه سي با فغي، لا هاد التحليل هذا كيديروا العقل ديالك. اما العقل الباطني ديالك كيف ما هو خدا هذيك الداتا كيف ما كيرجعها لك. سمع انه انا مكلخ وانت قلتيها على راسك ما مره ما جوج ما ثلاثه، كيفهم اوكي، قال انا مكلخ يعني انا مكلخ، قال انا زوين يعني انا زوين، قال انا ما كنفهمش يعني انا ما كنفهمش، قال انا ما كنقدرش يعني انا ما كنقدرش. ومش غير قال، قرا، سمع اغاني، سمع بزاف الحوايج، عاش واحد الحاجه، شاف واحد الحاجه. وهادشي كامل الا جينا نشوفوا هادشي اللي انا قلت شنو كيوقع لك في العقل الباطني، ولا شنو اللي كيخلي العقل الباطني ديالك كياخذ هاد الداتا بهاد الطريقه وكيرجعها لك بهاد الطريقه. السر في هادشي كامل هو التكرار، ماشي سمعها مره واحده صاي خداها وسنى عليها هي اللي كاينه، نو. ملي كيسمعها المره الاولى والمره الثانيه وكيعيشها المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ومئات المرات كيفهم اوكي هادشي اللي كاين. فاجي معايا نفكروا، الا انت من صغرك وانت كتسمع حوايج على راسك، ولا انت كتقول حوايج على راسك، ولا مثلا كتقرا واحد النوع ديال الكتب اللي كيعطوك واحد المعلومات وواحد الاحاسيس، اولا كتسمع واحد النوع ديال الموسيقى مثلا رومانتيك ولكن ساد ميوزك، حياتك كامله وانت كتسمع اغاني حزينه، واش كتظن ان العقل الباطني ديالك كيستوعب ان حياتك سعيده؟ بيان سور كو نو. انت كل نهار كتسمعوا اغاني حزينه، كيولي هو فاهم ان حياتك حزينه، انك انت حزين. انت كل نهار كتواعد راسك باللي باغي تبدا تمشي لاصال دير سبور ولا تخرج تجري وما كديرهاش، شنو كيوقع؟ اشاك فوا انت كتفكر فيها وكتواعد راسك وما كديرهاش، يولي كيفهم انه انت ما فيكش الثقه، والوعود اللي كتعطي لراسك ما كتسوى والو. ايماجين ان العقل الباطني ديالك ما كيبقاش يثق فيك، ما كيبقاش يثق في الكلمه ديالك. صافي ديال كوا ان الثقه ديالك في راسك كطيح،
ملي العقل الباطني ديالك كيقول لك انا ما تيقش في راسي، حيت انا ما كيهمش الكلمه اللي كنقول لراسي ولا اللي كنعطي لراسي ما كنديرهاش وما غاديش نديرها حيت عمرني ما درتها، وكتقول لي علاش انا ما تيقش في راسي. وهادشي اللي كيخلينا نفهموا شنو خاصنا نديرو باش اننا نبدلوا من حياتنا، باش اننا نقووا من الثقه في النفس ديالنا، باش اننا نعرفوا فين كاينين لي تروما ديالنا، فين كاين المشكل في لي تروما ديالنا، وكيفاش نقدروا نحلوهم، كيفاش نقدروا نحلوا هاد المشاكل كاملين. اول حاجه خاصك تعرف شنو اللي واقع في حياتك اللي خلاك وقعتي في هذا المشكل. ما كيهمش اين مشكل عندك، خاصك تفلتري لي سيتوياسيون ديالك، تفهم كيفاش وقعوا، واش كتسمع الحاجه بزاف، واش انت كتقول الحاجه على راسك بزاف، واش كتقرا الحاجه، واش كتشوف النيوز مثلا في الانترنت بزاف اللي كيدويو هذا النوع ديال المواضيع، شنو اللي كيوقع في حياتك، شنو اللي انت كدير في حياتك اولا الناس وحدين اخرين كيديروا في حياتك اللي كيخليك انت وصلتي لهاد الحاله هذه اللي انت فيها. ملي كتعرف شنو هو المشكل وكيفاش وقع كتقدر تغونفيرسيه، كتقدر دير ليه لانفيرس، تقلبو بانك كتبدا تفكر في لو كونترير ديالو، لو كونترير اللي غادي ينفعك اللي صالح ليك. ولكن خاصك تفهم ماشي اليوم صافي فهمت شنو المشكل اللي عندي وبديت كنفكر بالطريقه الاخرى ولا بديت كنحاول نفكر بالطريقه الاخرى صافي راه خاص يكون تحل المشكل. نو، اسمع السر الثاني، انت من صغرك كنتي كما كنقولوا حنايا كنتي صفحه بيضاء، ما كنتي كتعرف حتى شي حاجه، وبشويه بشويه انت كتكبر وانت كتجمع واحد ليكسبيريونس ديالك. من هاد ليكسبيريونس هما هادوك لي ريبيتيسيون ديال هادوك الحوايج اللي العقل الباطني كياخذهم كوم داتا كياسس على اساسهم الهويه ديالك وطريقه التفكير ديالك. شوف شحال من عام دازو من حياتك، شوف انت شحال في عمرك وشحال من عام دازو من حياتك، ما تقولش ما يحسبش ليك انك انت اليوم تقدر تلغي داكشي كامل اللي وقع في حياتك. سي امبوسيبل دو لو فير من ليله لضحاها. ماشي اليوم فهمتي المشكل صاي راه تحل، نو، فهمتي خاصك تخدم عليه. هذاك التكرار كامل اللي وقع في حياتك خاصو يتعاود يوقع عاوتاني. هذوك عدد المرات كاملين اللي وقع فيهم هذيك الحاجه اللي سمعتي فيهم هذيك الكلمه خاصك تعاود تقريبا نفس العدد الا ماشي كتر، وغنقول لك علاش كتر من بعد، تعاود تسمع لو كونترير ولا الحاجه اللي انت باغي تسمع واللي غادي تنفعك في حياتك. الا انت حياتك كلها وانت كتسمع باللي انت مكلخ وانت ما كتقدر على حتى شي حاجه، خاصك انت تعاودها لراسك، خاصك انت تسمع فيديوز اللي كيقولوا لك فيها باللي انت قادر وانت ذكي، وانت تقولها لراسك وتعاودها لراسك ودير حوايج اللي كيدليو بها اللي كيوريوك باللي انت ذكي. خاصك ماشي غير تقولها، خاصك تعيشها، خاصك تنوض دير حوايج اللي كيجيبوا لك دي ريزولتا، وهذاك لو ريزولتا هو اللي كيثبت لك كتر وكتر باللي راه لو كونترير وكاع داكشي اللي قالوه ما صحيحش، باللي انت ذكي وقادر وغادي توصل وكتوصل وواصل ديجا وكتشوف هذاك لو بروغري في حياتك. وعلاش خاصك دير كتر وتكرر داكشي كامل كتر من اللي هو تكرر في حياتك من قبل، لانه كاع داكشي اللي تجمع راه تجمع وكاين. الا انت جيتي بغيتي تزولو راه ما تقدرش غير تجي وتمسحو، خاصك تعطيه مقوى منه وتكثر عليه باش هو ما كيبقاش عنده قيمه، باش هذيك الداتا اللي عندك في العقل الباطني ديالك ما كتبقاش عندها قيمه نهائيا. داكشي كامل ما كيتنساش، ويكذب عليك الكذاب اللي يقول لك راه تقدر تنساه. كاع هذوك لي تروما ديالك، كاع هذاك الشيء اللي انت عايشو دابا ولا كنتي عايشو ما عمره ما غادي يمشي من حياتك كومبليتمون، ولكن كتقدر تسيطر عليه وكتقدر تغلب عليه بانك تدخل لراسك افكار جديده اللي انت باغيها. كيفاش هذاك الانسان الناجح كيفكر؟ كتبدا انت كتفكر بهذيك الطريقه وانت كتكرر داكشي. كيف ما هذاك الدري الصغير اللي والديه مزيانين والمحيط ديالو مزيان وكيبقاو يقولوا ليه انت ذكي، انت تقدر، شوف لو سوكسي اللي وصلتي ليه، انا فخور بك، انا هادي انا هادي، من صغره شوف شحال من مره سمعها في صغره. حتى انت خاصك تبقى تعاودها لراسك، ولكن خاصك تعاودها لراسك اكثر، وماشي غير تعاودها لراسك، خاصك تحققها باش الثقه في راسك تزيد وباش هذيك الداتا اللي انت كتجمع تكون قوى من الداتا اللي ديجا عندك كتغلب عليها، والاخرى بحال كتغبر هي راه باقا كاينه ولكن ما كيبقاش عندها اهميه، لان الداتا اللي كاينه دابا واكطويل ومسيطره ومهيمنه هي هذاك الشيء اللي دابا انت كتعطيه. وهذه الحاجه الزوينه اللي عندنا في العقل ديالنا باللي هو الي نيوروبلاستيك، كنقدروا نخدموه، كنقدروا نترينيوه،
كنقدروا نبدلوه كيف ما حنا بغينا على حساب حنا شنو بغينا نوصلوا وكيفاش خدمنا عليه. الا انت في واحد لو مومون وعيتي بواحد المشكل اللي عندك، خاصك سو بلاص تبدا تلقى الحل لراسك وتبدا تخدم عليه. and never expect the result on the same day because it's never going to happen. you need patience, you need to work hard for it. الا بغيتي واحد النهار توصل ليها، وتيقني هذاك لو ريزولتا اللي غادي توصل ليه كيستاهل. ما كيهمش شنو هاد الريزولتا اللي بغيتي توصل ليه، راه غادي تمحن عليه، غادي يدوزو عليك ايام اللي غادي تبكي فيهم الدموع وما غاديش تبقى قادر وغادي تبغي غير تجيف اب، ولكن حيت انت عندك واحد الرغبه عاليه غادي تزيد وغادي تكمل and you will try more and more وغادي تثيق وغادي تامن بهذاك لو ريزولتا اللي باغي توصل ليه. غادي توصل ليه وغادي تفتخر براسك وغادي تشوف انه الشخصيه ديالك تبدلات 180 درجه. وهنا انا واحد الحاجه اللي ديما كنقولها في الفيديو ديالي واللي انا بيرسونالمون كنديرها وكنامن باللي راها كتعاون بزاف في حياتنا، وهي انك تكون تكتب. خذ ورقه وستيلو وكتب. ملي انت تبدا توعى بواحد المشكل اللي عندك، ولا مثلا حاس باللي عندك واحد المشكل ولكن ما عرفتش فين كاين المشكل بالضبط وباغي تحلو في راسك، خذ ورقه وستيلو وجلس وكتب. كتب كاع الاحاسيس ديالك في هذاك لو مومون، باش كتحس وكيفاش وشكون اللي خلاك حسيتي بهذاك الشيء وامتى وعلاش، وشنو الكلمات اللي كيغيتيوك، وشنو الحوايج اللي كيأثروا عليك، وشنو الحوايج اللي كدير وكتعاود. ديك الداتا اللي العقل الباطني ديالك كياخذها انكونسيامون، خاصك انت تجلس وتكتبها، خاصك تفكر فيها وتوعى بها وتجلس وتكتبها وتاناليزيها كامله، دوز عليها، خذ ساعات من وقتك. بركه ما تبقى تعطي وقتك وتضيع وقتك على ناس وحدين اخرين وضيعوه على راسك، لان انت الوحيد اللي كتستاهل. كتب داكشي واناليزيه وشوف فين كاين المشكل وكتب شنو هو المشكل وكتب شنو هو الهدف ديالك، شنو بغيتي يولي، وعاد بدا تكتب الخطوات ديالك بشويه بشويه، خطوه صغيره بخطوه صغيره. ما تحتاج تخطوي خطوات كبار، ما تحتاج تنقص، لانه ما عمرهم ما غادي يخدموا لك هذوك القفزات اللي غادي دير، ما عمرهم ما غادي يخدموا. ما حدك انت ما ملفش انك تخدم على راسك حتى شي قفزه كبيره ما غادي تعاونك، غادي غير تحاول ديرها it's gonna be a failure. انت ما غاديش تبقى تايق في راسك وبانك تقدر توصلها and you will give up. بشويه عليك، خذ وقتك. الا انت 20 عام وانت كتسمع واحد الكلام، قول انا من هنا ل 20 عام نكون وصلت لو كونترير، وتيقني ما تحتاج 20 عام كامله، تحتاج قل منها بشحال، لان عقلك دابا كيفكر احسن، ودابا انت كتقدر تتحكم في عقلك، تتحكم فيه بواحد الطريقه اللي ما كنتيش تقدر تتحكم فيه من قبل وانت صغير، لان هذيك الساعه انت ما عندكش طريقه ديال التفكير، ما عندكش الوعي اللي عندك دابا، ما عندكش المعلومات اللي عندك دابا، ما عندكش لي زاستوس ولا التولز اللي عندك دابا، لان الاكسبيريونس ديال كامله ديال حياتك هي اللي واقفه معك دابا، وهي اللي غادي تعاونك باش انت غادي تتبدل، باش انت غادي توصل لهذاك لو بيوت اللي بغيتي في اسرع وقت. ولكن خاصك تجلس وتخدم على هذا الشيء كيف ما انا قلت لك، كتب شنو هو المشكل وفهم فين كاين المشكل ولقى لو بيوت ديالك وحط ان بلان ديال كيفاش غادي تبدل من راسك، ولكن خطوات صغيره، وهذوك الخطوات فريمون صغرهم لاقصى حد تقدر عليه، وافتخر براسك كل نهار درتي خطوه صغيره حققتي واحد لو سوكسي صغير، افتخر براسك، فرح براسك انك انت هذيك الخطوه الصغيره وصلتي ليها ودرتيها، باسكو سي ان سوكسي، باسكو انت اليوم الا حققتي داكشي راك خطوه بعيده على البارح، راك احسن من البارح ديالك انت، فخاصك تفتخر براسك، لانه انت البارح كنتي باقي ما واعيش بالمشكل اللي عندك وكنتي باقي غارق فيه، الوغ كو اليوم انت واعي به ودرتي خطوه للقدام، وبعدو انت باقي واعي به وزدتي خطوات للقدام. الوغ افتخر براسك وزيد خدم، موتيفي راسك وعرف باللي راك تقدر، راه الدراسات تبتت باللي راك تقدر تريني راسك وتعاود العجينه ديال راسك، عاود عجن العقل الباطني ديالك، اعطيه الداتا اللي انت باغيه تكون عنده وخدم عليه وحسن من راسك وخليه انت غدا احسن من انت اليوم. انا بهاد المواضيع كنت اثر بزاف كندوي من القلب، لانه انا دزت من هادشي كامل، لانه حتى انا كنت انسانه اللي ما كتثقش في راسها بزاف، جابت معاها باجاج من الصغر ديالها، الحمد لله ما كانش بالنسبه ليا واحد الباجاج اللي خايب بزاف، ولكن
pour moi c'était pas bien و je le voulais pas وكنت باغا نحسن من راسي وكنت كنحاول نفهم بوحدي فين كاين المشكل. هذيك الساعه انايا فاش بديت كنوعى براسي ما كانش هادشي كامل اللي كاين دابا، ما كانش هاد لي ريزو سوسيو، ما كانش هاد الانترنت كامله. انا فاش بديت كنوعى براسي يلاه البدايات ديال يوتيوب، جوجل ما كنستعملوهاش بزاف في هادشي. سكيفي اي حاجه بغيت نعرفها كيخصني نمشي نقراها في كتوبه، خصني نمشي نتلاقى انا بدي بروفيسور ونتلاقى بناس اللي احسن مني وفايتيني اللي دازوا من نفس السيتوياسيون اللي غادي يقدروا يعاونوني. سيتي با فاسيل بور موا، سيتي ميم با فاسيل داكسبتي بلي انا عندي دي تروما، بلي انا عندي مشاكل اللي خاصني نخدم عليهم، وكيفاش انني نفهم شنو هما هاد المشاكل اللي عندي باش انني نقدر انا نقلب على المعلومه اللي خاصاني، اولا نمشي لعند الناس اللي غادي يعاونوني وغادي ينصحوني على حسب وعلى اساس انا المشكل اللي عندي. سيتي با فريمون فاسيل، والله ما كانت سهله، وخدمت عليها سنوات في بزاف د الحوايج، ماشي غير حاجه وحده، بزاف د الحوايج. وفيما كنتحسن من حاجه كنلقى مشكل اخر في راسي اللي حتى هو كنتشجع انني نمشي نخدم عليه. وخدمه ديال سنوات، وملي كنقول لك سنوات كنقول لك 14 عام 15 عام باش انني تكونت عندي الشخصيه اللي ولات عندي دابا. كنت انسانه اللي حشوميه بزاف، اللي ما كتقدرش تدوي مع الناس، ما كتعرفش تدوي، عندها الراي ديالها ولكن ما كتقدرش تعبر عليه، وما عمرها ما تجرأت انها تعبر على الراي ديالها، واخا كتعرف ان الاخرين خاطئين كتشدو عندها ما كتقول حتى شي واحد شي حاجه، وحتى الا بغات تدوي ما كتعرفش تدوي، وما تيقاش في راسها، وخايفه، وعندها لي تروما ديالها. واش انا اسي؟ واش انا مزيانه؟ واش انا هادي؟ انا الحمد لله كبرت وانا عارفه بلي انا جو سوي انتيليجونت، جو بو اريفي او سوكسي اللي بغيت الا انا تخدمت عليه. واخا الثقه في راسي ما كانتش قويه اسي باش انني نوض نغامر في شي حوايج ولا نجرب حوايج جداد، مي بشويه بشويه وليت كنخدم على هادشي كامل باش انني ولات عندي الشخصيه اللي عندي. بالاضافه الحمد لله لي زيتود اللي انايا كانوا عندي اللي خلاوني انني اكتسبت معرفه اكثر، اللي عاونتني وكتعاونني لحد الان انني نزيد نطور من راسي، انني نلقى هذوك لي تروما اللي مدفونين عندي بعيد اللي كيأثروا عليا وكنوعى بهم وكنفهمهم في لو مومون اللي انا كنبدا نقول اوه اتون كيس كي سباس لا هادشي سي با نورمال. اجي نجلس انا وراسي ونفكروا شويه، ندير واحد الاجتماع صغير، واحد لا بتيت غيونيون ونشوفوا شنو واقع تما. ما بقيتش كنحتاج وقت كبير باش انني نفهم شنو المشكل اللي عندي. علاش؟ حيت دربت راسي على انني كندير هاد الخطوات هذه، على انني كنخدم مع راسي على راسي. ما بقيتش كنلقى مشكل في انني نتقبل بلي انا عندي واحد المشكل وانني نقدر نخدم عليه وانني نقدر نتحسن فيه. والحمد لله هادشي شفتو في حياتي وجربته في حياتي، وهادشي علاش هاد الموضوع كيكون حساس بالنسبه ليا. داكشي علاش انا فين ما كنجي ندوي على الموضوع كنتاكسيتا بزاف، كنولي ندوي من قلبي بزاف. اللي ممكن تقدر انت تكون حسيتي به في هاد الفيديو، مي جيسبر انك انت ماشي غير حسيتي به وانما ساتا توشي باش انك تفهم شنو انا بغيت نوصل لك، شنو لو بروبليم اللي يمكن عندك وكيفاش تقدر تخدم عليه. هذا ما كان. جيسبر انني نكون زدتك واحد المنفعه في هذا الفيديو. جو سويت انك تخدم على راسك وانك تولي اون ميور فيرسيون دو توا ميم. و بون سواري بون جورني على حسب انت ما عادش كتفرج دابا في هذه لا فيديو هذه. اي على بروشين، باي باي.